نواجه الخوف. الخوف مش بالضرورة تبقى أنت خايف من حد أو خايف من حاجة كبيرة، ممكن تبقى خايف من بعض الحاجات اللي موقفاك على حاجات أنت كتير عايز تعملها. ممكن تبقى خايف إن أنت تتكسف، خايف إن أنت حد ينتقدك. فأنت لو فكرت وفعلا حسبتها حاجات كتير على اختلاف المواقف، هتلاقي ان سبب خوفك ده ملوش اساس، وان انت مش هتخسر حاجه. يعني انت اكيد مش هتجازف في حاجه اساسيه بالنسبه لك او حاجه هتعملها بشكل خطا. بس معظم الحاجات اللي احنا بنبقى عايزين نعملها بالعكس احنا بنبقى خايفين منها على حاجات بسيطه جدا، وحاجات موجوده في دماغنا احنا بس واحنا مكبرينها، لكن هي في الاساس حاجات بسيطه جدا. الخوف من الفشل مثلا، انت لو جربت يا اما هتنجح يا اما لو ما نجحتش هتبقى في نفس الوضع اللي انت فيه، انت ما خسرتش حاجات كبيره. ده بالعكس لما تتحرك من مكانك في مساحه ان يبقى فيه فعل، في مساحه ان يبقى فيه تطور ان شاء الله للاحسن. خايف مثلا من اللي الناس هتفتكره او اللي الناس هتقوله، انت لو قعدت ساكن تماما ما بتعملش اي حاجه تماما، برضو الناس هتظن فيك ظن معين وهتتكلم عليك كلام معين. مش بالضروره يبقى كلام سلبي ولا كلام ايجابي، بس الفكره واحده. بالعكس انت لما تجرب يا اما الناس هتنظر لك باعجاب عشان وصلت لحاجه، يا اما الناس هتنظر لك على ان انت شخص شجاع وشخص حاول.